ضربه في كتفه عشان افتكر انه لمس مراته. امام عاشور كل يوم خناقه والسبب هي مراته. وسط فرح مروان عطيه والكل كان مبسوط وبيرقص، امام عاشور كان واقف بيرقص مع قفشه وكهربا. بص لقى مراته واقفه بتتصور وفي شخص جنبها عمال يرقص ويتصور هو كمان. امام جري عليه وراح زقه في كتفه، كان هيوقعه على ظهره. الشخص ده يبقى صاحب مروان عطيه الروح بالروح. سكت وقال بلاش اعمل مشاكل في فرح صاحبي، لكن امام عدى من جنبه مره تانية وراح ضربه في كتفه للمره التانية. وقتها الشاب ده ما قدرش يمسك نفسه وراح ماسك في امام وقال له انت مجنون ولا ايه يا عم؟ راح امام كالعاده قال للناس كلها الواد ده كان بيعاكس مراتي وحط ايده عليها. لكن الشاب قال الكلام ده ما حصلش وامام ده مريض، وانا كنت واقف في حالي لقيته فجاه جه وزقني بشكل عنيف من غير ما اعمله لا هو ولا مراته اي حاجه. الشاب كمان قال عندكم مراته هيسالوها قولوا لها انا ضايقتها او لمستها. مرات امام بقى حست انها هتحرج جوزها، راحت قالت ايوه كان بيخبط فيا بشكل متعمد وعمال يعاكسني. وقتها الخناقه دارت تاني بين امام وصاحب مروان عطيه، واللي فصل بينهم انهم هيراجعوا كاميرات المراقبه. الشاب وافق ان الكاميرات تتعاد ويجيبوا اللقطه اللي كان واقف فيها ورا مرات امام. الكاميرات لما اتعادت قصاد عيون الكل بانت براءه الشاب اللي ما لمس مرات امام ولا قال لها كلمه واحده ولا كان باصص عليها من الاساس. وقتها الشاب قال همسك امام اضربه في كتفه زي ما عمل فيا عشان نبقى خالصين. وفعلا الشاب راح ناحيه امام وضربه، وامام كان عايز يمسك في خناقه لحد ما كهربا وباقي اللاعبات دخلوا ولموا الموضوع. وظهر بعدها خالد بيبو وقال لامام مش كل يومين تعمل خناقه بسبب مراتك، خدها وامشي من الفرح. امام ما سمعش الكلام وفضل موجود.